الظروف الصعبة بالنسبة لنا هي مؤشر للنجاح. كل ما بتواجهنا ظروف أصعب أكتر بنعرف إن إحنا مستنيين نجاح كبير. فين الدهب يا جماعة؟ انتوا بتاخدوا الدهب وتدونا بلاستيك ولا ايه؟ مصر عملت بطل عالمي في جهاز الحلق. أول مرة نشترك بتيم كبير وكان عدده 43 فرد. وقال له إيه الكلام ده محمد؟ يلا بينا نمشي، قوم بينا نروح، يلا بينا إحنا هنعرض وسط إيه اللي الناس دي. جابنا انت الناس عامله بانرات وعامله ادوات واكسسوارز كتير، او انت داخل مش عامل اي حاجه غير انت لابس مايوه يلا بينا والناس دي داخله تعمل ايه؟ جاهزين. يلا بينا. مستر عبد الرحمن قال لنا انا عندي ليكم مفاجاه. قلنا له خير. قال لنا احنا عندنا ميعاد كاستنج البرنامج Arabs Got Talent يوم كذا. يعني من الحاجات الجديره بالذكر احنا عملنا عرض الفاينل في 20 يوم فقط. مهندس محمد عنب، انا هنا بقى اللي هبقى المذيع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا شباب؟ يا رب تكونوا بخير. بنكمل معاكم بودكاست ملهم. ضيف النهارده ضيف عزيز عليا. مجموعة من الشباب حولوا لعبة من مجرد ان هي لعبة بيلعبوها في 2004 2005 لرياضة هم يكونوا متميزين جدا فيها ويبقوا من اوائل الناس فيها على مستوى الوطن العربي كله، يحققوا فيها انجازات كبيرة جدا يشهد لهم الناس قبل ما احنا بنقول الكلام دوت. معايا ومعاكم النهارده كابتن عبد الهادي جلهوم. ازيك يا كابتن؟ عامل ايه؟ ازيك يا هندسه؟ ايه الاخبار؟ كله تمام يا حبيبي. عايزين نتكلم على ازاي انتوا قدرتوا ان انتوا تحولوا لعبه من مجرد ان انتوا بتلعبوها مع بعض من 20 سنه تقريبا لانها تبقى بيزنس وتبقى اكاديميه متصدره المجال على مستوى الوطن العربي كله، وحققتوا انجازات فيها كبيره جدا. فخلينا نتكلم من البدايه، انتوا مين وبداتوا ازاي؟ تمام يا حبيبي. اول حاجه اكاديميه جالهوم للجمباز. في ناس كانت بتسال على الاسم اصلا، فاسم جالهوم هو اسم العيله بتاعتي وسميناها كده للقائمين على الأكاديمية وما لهم من باع طويل بقى في المجال وكده. يعني طبعا القائمين على الأكاديمية أنا والإخوة كابتن عبد الله جلهوم أخويا الكبير بكالوريوس تربية رياضية، دكتور عبد العزيز جلهوم أخويا الأكبر مني على طول، ما شاء الله ربنا يبارك، دكتور في كلية التربية الرياضية جامعة مدينة السادات، وأنا عبد الهادي جلهوم. ومعايا طبعا الخبير بتاعنا مستر عبد الرحمن جلهوم. صعب حبيبي طبعا. المتحدث الرسمي والعلاقات العامه كلها، ربنا يبارك فيك. ومعايا ما شاء الله محمد اخويا الاصغر مني يعني. ما شاء الله ما شاء الله. لو هنتكلم على التاسيس ففي البدايه كنت انا وعبد العزيز اخويا، وبعدين بقى ايه الاخوه ربنا يبارك فيهم بداوا يبقوا سبورت لينا وينضموا لينا لحد ما الحمد لله وصلنا للي احنا فيه ده. البداية بتاعتنا بقى يعني هتكلم أقول فعلا من حوالي 20 سنة فعلا زي ما أنت قلت كده ما شاء الله. البداية بتاعتنا كانت ناس عادية جدا أشقياء في البيت بيتنططوا على الكنب وعلى السراير وفي كل حتة العادي. شباب بقى وفي طاقة وعايزين وكده. فشوفنا فيديو أنا فاكر كان على اليوتيوب لفت انتباهنا البريك دانس. البريك دانس دي كانت حاجة مشهورة ساعتها، ناس بتتشقلب وتلف على راسها وتنطط على ايديها وتلف في الهواء وعلى الجدران فالموضوع كان شدنا قوي، احنا حبينا الحاجة دي. فبدأ عبد العزيز اخويا هو اول واحد يشتغل في البريك دانس ويجتهد وانا بقيت معاه وهكذا، وقعدنا فترة على كده لحد مع كابتن عبد الله بقى هو دخل كلية التربية الرياضية، ولقيناه جاي لنا في يوم من الايام بيقول لنا اسكتوا مش في رياضة اسمها الجمباز اللي انتوا بتعملوه ده. ده رياضه اللي انتوا بتعملوه ده يا جماعه، ده رياضه موجوده اسمها رياضه الجمباز ولها الانواع بتاعتها ولها الشغل بتاعها. بدانا من هنا عملنا سيرش قوي بقى وبدانا نتجه ونجيب فيديوهات للحركات دي. طبعا الدنيا ما كانتش ساعتها السوشيال ميديا وان حد يوثق الشغل بتاعه، التطور الرهيب الموجود دلوقتي ما كانش موجود زي امكانيات محدوده بالظبط، بس وانت عايز تحقق بالظبط. فعملنا سيرش كده وبدانا نشوف ونجتهد ونمارس ونمرن بعض وهكذا يعني لحد بقى دكتور عبد العزيز بقى دخل هو كمان كلية التربية الرياضية، ودي كانت بقى شعارة الانطلاق بقوة. خلاص بقى احنا عندنا 2 في العيله التربية الرياضية، بدأ خد واحد كورس حلوان بالظبط والتاني السادات ما شاء الله. خد كورس تدريبي، بدأنا ننزل في جيم عامل نشاط رياضي عنده ونقول ان في رياضة اسمها الجمباز، ونبدأ نعمل تدريبات الجمباز فالناس تحب، الإقبال يزيد. طب ده الجمباز للبنات بس؟ لا يا جماعة الجمباز مش للبنات بس. وخليني في البداية برضو ان انا اقول لك حاجة مهمة عشان كل اللي بيسمعنا يبقى عارف الحتة دي مهمة. الجمباز هو 8 انواع نقولهم سريعا كده. الجمباز اول نوع فيه الجمباز الفني، والجمباز الفني ده فيه نوعين، في نوع للولاد ونوع للبنات.
تمام. ده مشتق عن ده. ال8 انواع في كل واحد منهم فيه ولاد وبنات؟ في انواع كده وفي انواع كده. تمام. بس في نوع اسمه الجمباز الفني رجال، ده للولاد بس، وده فرع مميز بالقوه والمرونه واللياقه البدنيه العاليه جدا، بيلعبوا اولاد بس. وفي نوع الجمباز الفني انسات، هو للبنات بس. وفي اجهزه مشتركه بين الاثنين، بين الولاد وبين البنات. فدول اول نوعين في الجمباز الفني. في الجمباز الايقاعي اللي بالشريطه وبالطوق والحبل وهكذا، ده للبنات بس. تمام. في جمباز الايروبيك. جمباز الايروبيك دوت بيبقى على الارض برضه، ارض مخصصه ليه، وولاد او بنات، وينفع يلعبوه مختلط ميكس بير، ولد وبنت وكده. كل نوع من الانواع دي ليه الاجهزه بتاعته، اللجنه الفنيه بتاعته، الضوابط بتاعته، القوانين في بطولاته بالظبط، اللي بينافسوا في ايه ومعايير التقييم على ايه. يعني الموضوع مش مجرد جمباز وخلاص. لا 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 لا. فدول اول 4 انواع. نيجي في النوع الخامس، جمباز الترامبولين، النطاطه اللي الناس بنشوفهم بينطوا عليها. الترامبولين ده نوع من انواع الجمباز وليه ايفنتات داخليه، ده نوع لوحده، ولاد وبنات. تمام. ده ما فيهوش بقى مختلط، هو يا ولاد يا بنات، ده بيلعب بمسابقه ودي بتلعب في مسابقه، في زوجي في فردي وهكذا. وفي جمباز الاكروبات. فاحنا عندنا جمباز الاكروبات، في الجمباز للجميع. الجمباز للجميع ده افضل شكل للعمل الجماعي، زي العروض اللي احنا بنعملها كده، عرض وبتعمل عرض جميل ونشوف افضل شكل للعمل الجماعي. وده نوع من انواع الجمباز، دي مسابقاته في الاتحاد المصري للجمباز. كان زمان اسمه الجمباز العام، اتغير المسمى بتاعه جيمناستكس فور اول، الجمباز للجميع. بره النوع ده بيلعبوا الجد مع الابن مع الحفيد اصلا. يعني اي حد بيدخل وفق قدراته، والمصمم اللي واقف والمدرب اللي واقف يديله يعمل دور عرض كويس بيهم. ينجح العرض. لو واقف بيدي اشاره، بيعمل حاجه بيعملها بشكل وعلاقة سليم. الحب بقى بتبان بين الجد والابن طبعا والحفيد. انا هكلمك بقى، انا كلاعب حتى الان في النوع ده اي. انا بلاقي نفسي فيه وبستمتع بوقت التدريب فيه فعلا يعني. طبعا. والنوع الاخير من انواع الجمباز هو جمباز الباركور، وده اتضم مؤخرا للاتحاد المصري الاتحاد الدولي للجمباز. كان نوع تامن من انواع الجمباز. الباركور ده اصلا كانت حاجه مش مقننه. اكيد انت شفت افلام فيها نط من فوق ارتفاع، الارتفاع بيتخطى منع بشكل معين، بقى مشهور قوي الموضوع ده انضم مؤخرا ل7 انواع اللي انت قلتهم من شويه. بالظبط. فده نوع كان جميل جدا، بس ملوش قوانين وبيحصل فيه اصابات بالغه. فما كان للاتحاد الدولي الا ان هو عمل ضوابط للعبه، وقنن اعلى ارتفاع مثلا 2.5 متر، عمل تراك للجري وهكذا، وبقى نوع معتمد ومصر اعتمدته كمان. احنا دايما نقول ان البيزنس الهدف الاساسي منه يجيب فلوس، بس لما يجتمع انك تجيب فلوس مع القيمه بتحس ان انت متألق. دي انت حقيقة. بتبدع ساعتها. ليه؟ حقيقة. انت بتستفيد مادي وبتستفيد معنوي. وكمان لو جيت فترة وقعت مادي انت مكمل عشان انت حابب. مظبوط. ودي تحديات جت بقى كتير زي كورونا وغيره وغيره. انت لو مش حابب، جات لنا اوقات احنا كنا ممكن نقفل، وانت هتغير الكارير بتاعك خالص اصلا. بس عشان احنا فعلا حابين اللي احنا بنعمله وعندنا هدف واضح، الحمد لله ربنا أعنا وفضلنا مكملين. احنا شباب كنا بنشوفهم واحنا صغيرين قدام المدرسة واقفين، وحواليهم 20 30 40 واحد عاملين دايرة كده وقاعدين يلعبوا ينططوا بتاع ايه، اصل جالهم بيعملوا كذا. فانت عشان تحول ده، لان في ناس كتير ما كملتش، وانك تكمل ومش تكمل كلاعب، انت بتكمل انك تبقى اكاديميه، والاكاديميه دي معتمده من الاتحاد وتخش بطولات. ولسه هنتكلم كمان شويه على انك تخش عرب جوت تالنت وتحقق فيها بطوله رهيبه. انا بتكلم على ده، ان اولياء الامور يبقوا عارفين وفاهمين التفاصيل اللي انت بتحكي عنها دي، علشان خاطر ناس كتير جدا يعتقد ان الجمباز جمباز. بالظبط. انا عايز اضرب ابني جمباز يا جماعه. لا، صح. اعرف ان الجمباز 8 انواع، واعرف ان الجمباز فيه تفاصيل، واعرف فيه حاجات تتناسب مع ولد وحاجات تتناسب مع بنت، وان الحاجات دي انت تقدر تحدد بقى لبنتك مع الكابتن اللي موجود في الاكاديميه، هو هيلاقي نفسه فين حسب السن وحسب. مظبوط يا هندسه، الله يفتح عليك، ده مهم جدا. وهي دي اكتر حاجه تعبتنا، ان انت تنشر ثقافه الجمباز في مكان ما كانش فيه الثقافه دي. احنا زمان لما كنا في الانديه وكنا بنتكلم مع الزملاء ونقول لهم ان احنا هنفتح في المنوفيه وفي شبين الكوم، يعني في بعض الناس قالوا انتوا هتسيبوا الشغل اللي هنا في ثقافه وهنا في شغل، وهتروح تفتح في مكان ما فيهوش ثقافه، فيعني دي هتبقى مشكله هتواجهكم. انت هنا بتبذل مجهود مضاعف في رحله ممكن ما تكملش. بالظبط. الله يفتح عليك. هو بيقول لك انت ليه هتسيب المضمون وهتروح تدور على مش مضمون؟ ما انا عايز ابقى مختلف. بالظبط. انا ممكن اعيش حياتي كلها موظف كويس، بقبض كويس واموري طيبه، بس في الاخر انا ايه؟ انا موظف.
انا موظف سقف الدخل محدود. طب انت هتقبض كويس بس انا محكوم، ما اقدرش ابقى براحتي، مهما عليت هبقى في الاول والاخر ليه نهايه. انت راجل موظف طول ما انت شغال انت بتقبض كويس، طب انت ريحت خلاص لاي ظرف كان. فانت هنا بتحاول تطلع من الصف اللي الناس كلها متجهه ليه. انا راجل بلعب رياضه يبقى انا متارجت ان اروح القاهره، عايز العب في نادي الجزيره، عايز العب في النادي الاهلي، عايز العب في نادي هليوبلس، عايز العب في النوادي الكبيره، والنوادي دي هتشغل ناس كتير جدا وهتدي دخل كويس. لا انا عايز اختلف يا جماعه، عايز انت ماشي عكس التيار، بس انا ماشي عكس التيار عشان خاطر ربنا يكرمني النهارده واقول والله يا جماعه انا مؤسس مكان بدات الفكره من 20 سنه، والنهارده بنقول الحمد لله الحمد لله ان هي يعني من الاماكن المتميزه على مستوى الوطن العربي كله، والكلام ده بشهاده الناس. لا طبعا الحمد لله رب العالمين طبعا. هو دي كانت رؤيتنا فعلا لما احنا كنا في الأندية. طبعا بداية الانطلاقة الرسمية والظهور في بطولات الاتحاد المصري للجمباز ده كان عام 2016 بالظبط. يعني احنا كنا ابتدينا في أول 2016، ده كانت أول يافطة اترفعت لأكاديمية جالهوم للجمباز. كنتوا انتوا ساعتها بقى تفرغتوا تفرغ كامل ولا انتوا كنتوا شغالين في أماكن تانية قبلها؟ لا كنا ابتدينا بقى فعلا اتفرغنا في شبين الكوم بس، وسيبنا الأندية بقى بتاعة القاهرة خلاص يعني، عشان نركز في ان احنا نبني بقى فعلا فرق وهكذا يعني. فالانطلاقة الأولى كانت في الجمباز الفني في بطولة منطقة القاهرة وبطولة الجمهورية للجمباز الفني رجال وأنسات تحت 7 سنوات. تمام. عملتوا مكان وعلقتوا عليه يافطتكم باسم أكاديمية جالهوم؟ ده كان في 2016. ده كان 2016. ما قبل ذلك كنا شغالين وجمباز والثقافة بتزيد وكل حاجة، بس ما كانش باسم جالهوم كبرايفت أكاديمي خاصة بيهم. كان في استاد رياضي شوية، في الجيم ده شوية، في الجيم ده شوية، وهكذا. حد ربنا وفقكم في 2016 بتعلقوا اسم أكاديمية جالهوم على مكان خاص بيكم انتوا، ودي كانت البداية بالظبط كده. أول بطولة شاركتوا فيها كانت امتى؟ كانت آخر 2016 في شهر 12. أنا تالي انتوا كنتوا أوائل الناس في منطقتكم اللي تروحوا تقدموا في مسابقات في الاتحاد، ويمكن ساعتها ما بتقدمش باسمك أصلا، صح؟ لا فعلا دي حقيقة، لأن ساعتها ما كانش متاح عندي اوبشن إن أنا ألعب باسمي، لأن كان في ديتيلز كتير وأنا لسه داخل عامل الأكاديمية. فكنا بنسجل باسم نادي، نسجل معاه اللعيبة بتاعتنا سنويا وهكذا. فانطلقنا الحمد لله وسجلنا مع نادي الاتحاد السوداني طبعا، حبايبنا وناس جميلة يعني، ما شاء الله. تعاوننا معهم سنين وشركاء نجاح. كانت البداية شهر 12 2016. بالظبط كده. تمام. حققتوا بقى انتوا طبعا مشاركتك في بطولة دولية او بطولة محلية لأول مرة بيبقى دايما ايه، عارف انت بيبقى فريق كورة طالع من الدوري مثلا كذا للممتاز حاجة، يقول لك يا عم ده يعني ده كويس انه طلع، يعني مشاركته انجاز. دي حقيقة. فانت دي حقيقة. اكيد الناس انا ما اعرفش كان مين المنافس القوي في البطولة دي. تمام. احنا طبعا زمان هي كان الموضوع التحقيق في البطولات والميداليات مركز اول، مركز تاني، مركز تالت زي ما الناس عارفة. والمشكلة ان بقية الاطفال بيروحوا مكسور بنفسهم. هي منافسة طبعا، المفروض المنافسة لها ناسها ولها انتقاء، عشان النقطة دي دلوقتي عاملة مشاكل. ليها نفسية، تأهيل نفسي انا ابقى متأهل نفسيا بالظبط. لا أنا ممكن اكسب ممكن ما اكسبش بالظبط. فبس مع الاطفال اللي هو من سمات السن الصغير انه ما بيقدرش يتحمل الهزيمة. يعني دي اصلا نقطة مهمة لازم احنا نبقى عارفينها. ولذلك منظومة الاتحاد المصري للجمباز اتغيرت لده ما شاء الله، وبقت البطولة مستويات مش مراكز. بمعنى ايه؟ اللاعب فلان في بطولة تحت 7 سنين مثلا لو جاب من مستوى 85% في مجموع درجاته على الأجهزة ل100% هياخد ميدالية ذهبية. احنا مش هنقول اول وثاني وثالث، احنا هنقول ميدالية ذهبية، في 10 ياخدوها عادي. الله يفتح عليك. جميل جدا. ان شاء الله الروتيشن كله مثلا 50-60 لاعب ياخدوا الميدالية الذهبية. كده احنا بنتكلم في معالجة وكده انا برضو وعاملها من مستوى اللاعب ما يبقاش ضعيف فيه برضو، ما هيعمل اجباري بشكل برضو كويس يعرف يكمل. واللي ما حققش ده مش جاهز، فاحنا مش هنزعل عشان. وعشان كده برضو عملوا نقطة حلوة، مثلا بقى من 75% ل 85% مستوى تاني وميدالية فضية. حلو. المستوى الثالث بقى الاقل من كده، اللي يجيب اقل من كده كله بقى هياخد ميداليه برونزيه. يبقى اضعف الايمان الطفل اللي تعب سنه كامله وجه هياخد برونزيه يروح. بالظبط. يبقى الطفل مهما كان هيروح مجبور الخاطر وخد شهاده معتمده من الاتحاد وهكذا. كل ما بيكبر بقى كل ما الموضوع بيختلف شويه، بيخش في صراع مع نفسه. الذهب بقى سعره بيزيد بقى، هي ده غير 18 غير 21. الناس احيانا بتفتكر الميداليات الذهبيه بجد.
فانا عايز اسال هنا، دي حقيقه واجهتنا كتير، او الناس كتير من اولياء الامور قالوا لنا هي دهب بجد؟ فين لا الدهب يا طبعا. جماعه؟ انتوا بتاخدوا الدهب وتدونا لا بلاستيك لا ولا لا ايه؟ لا طبعا، هي بتبقى الميداليه رمزيا ان هي ميداليه ذهبيه مطليه باللون الذهبي، لكن طبعا ما بتبقاش دهب حقيقي يعني. في بطولات بيتوزع فيها كاس او ميداليات ذهبيه فعلا؟ لا انت بقى الاولمبيكس، هي ده الليفل الاولمبياد العالي بقى. فقط اللي ممكن تلاقي حاجه زي كده، اه لكن ما دون ذلك لا طبعا. وبعدين الميداليه مهما كانت قيمتها في مركزها بالانجاز بتاعها اكبر بكتير من قيمتها الماديه، حتى لو دهب بجد. فما فيش حد مهما كان اعتقد انه ممكن يفرط في حاجه زي كده يعني. فاحنا بالنسبه بقى للتحقيق في اول بطوله احنا شاركنا فيها، الحمد لله ربنا وفقنا بذهب وبفضه وبرونز للولاد والبنات، وده طبعا كان انجاز كبير. ده اول بطوله انت تشارك فيها؟ دي اول مره نلعب بطولات خالص، بسم الله الرحمن الرحيم. دي اول بطولات نشترك فيها، وكانت في الجمباز الفني. مين دول يا جماعه كده؟ كان ساعتها ايه النوادي الكبيره اللي كانت مشاركه وانتوا؟ طبعا لا، كان في كل الانديه يعني، ان النادي الاهلي بيشترك، وادي دجله، الصيد المصري، كل الانديه اللي في مصر ما شاء الله ليها. ما فيش نادي في مصر يعتبر ملوش نشاط جمبازي يعني. فالحمد لله شاركنا، وبطوله بعد بطوله المستوى بدأ يتحسن وهكذا. بالنسبه بقى لاشهر انواع الجمباز او الاكثر قبولا عليها، الجمباز الفني. طب ده ليه؟ لما فيه من استفادة بدنية عالية جدا جدا. الجمباز الفني أفضل شكل من أشكال اللياقة البدنية اللي هي أساس كل رياضة، ولذلك إحنا عندنا في أكاديمية جالهوم في قطاع اسمه قطاع الجمباز الفني الحر. أي حد جاي لازم بيدخل القطاع ده. ليه؟ عشان أنا أسسه صح، وبعدين أنا هختار له النوع الجمباز المناسب ليه، اللي ممكن يشترك في بطولات من خلاله ويحقق ذاته ويحطه في حتة يحس إنه ناجح فيها. بختار له النوع المناسب بعد ما تأسس في الجمباز الفني، عشان ده مفيد جدا. وبعدين بقى اشتغل على الشغل الخاص بالنوع اللي هو هيلعب فيه بقى، اذا كان ايروبيك، لو هيلعب ترامبولين هيدخل العروض الرياضية، حصيلة المهارات الخاصة اللي هتبقى عنده والأساسية وهكذا. فالجمباز الفني هي الثقافة بتاعت زمان كلها، كان الجمباز فني، وهو اللي كان مشهور اللي هو الجمباز الفني على الأجهزة. عشان الناس تبقى عارفة، الولاد في الجمباز الفني عندهم 6 أجهزة. الجهاز الأرضي بيبقى جهاز بمساحة 14 متر في 14 متر، بيتعمل عليه جملة حركية. جهاز المتوازي، متوازي الرجال، بيبقى بارين متساويين وبيطلع اللاعب عليهم يعمل جملة حركية برضه. اللي هو الثقافة أصلا، هم الشباب جايين من ثقافة الجيمات زمان، فالجيم أجهزة، فأنت عشان تقرب له الفكر ده المنتشر، عايز يخش الجيم يلاقي جهازين ينفع يلعب عليهم جمباز. بالظبط حاجه زي كده. النوع الثالث، الجهاز الثالث من اجهزه الجمباز، جهاز العقله. واللاعب بيطلع يعمل عليها جمله حركيه زي ما بتشوف بقى، لاعب بيلف على العقله ويسيب ويمسك وهكذا. النوع الرابع حصان القفز. حصان القفز، اللاعب بيجري بمسافه 20 متر، بينط على سلم قفز فيه سوست، ويطلع على طاوله القفز بايده ويعمل روتيشن في الهواء بقى، امامي خلفي، في تويست، كل حاجه بصعوبه وفي تقييم للاداء وهكذا. النوع اللي بعد ده حصان الحلق. حصان الحلق ده بيطلع عليه وشكل الحصان، فاسمه حصان الحلق، وليه حلقتين اللاعب بيعمل عليهم جملة حركية، وده جهاز قوي جدا. والنوع السادس والأخير جهاز الحلق، اللي هو حلقتين بيتعلق فيهم اللاعب كده ويمسك فيهم وبيعمل جملة حركية. وجهاز الحلق ده من أجهزة اللي فيها قوة جامدة جدا جدا. وخليني هنا أقول حاجة جميلة جدا، مصر عملت بطل عالمي في جهاز الحلق كجمبازي يعني، بطل عالمي حتى الآن ملوش مثيل، وهو الكابتن علي زهران. الكابتن علي زهران علم من أعلام الجمباز في العالم، مش في مصر بس، ما شاء الله. جايب ميداليات عالمية وكؤوس عالم كتير جدا. والجدير بالذكر بقى فعلا، ودي الحاجة المشرفة جدا، انه مسجل حركة في القانون الدولي باسمه يعني انضافت باسم كابتن علي زهران إليمنت. هو الله. عمل حركة جديدة تركيبة على جهاز الحلق، بيعمل كروس وبيعمل سوالو وبيعمل حاجات معينة، وطلع منها على حركة بيبقى نايم على ظهره في الهواء كده وماسك الحلق، ما شاء الله. فالحركة دي طبعا انت هو بدأ اشتغل عليها مع الكابتن بتاعه بقى، الكابتن الدكتور أسامة عز رجال، أستاذنا ومعلمنا كلنا، وظبط الحركة، فبتقدم للجنة في الاتحاد الدولي، اعتمدوا الحركة، الدنيا تمام. الصعوبة بتاعتها بسم الله ما شاء الله عالية جدا، واتضافت باسمه في الاتحاد الدولي للجمباز، وبقت حاجة جميلة جدا جدا جدا. ولاعيبة كتير بتحاول ان هي تعملها عشان بتعليله مجموع الدرجات بتاعته.
ايوه بتفرق، مش لان مش كتير هينافسوا في الحته دي. بالظبط. فدي ده الجمباز الفني رجال، الست اجهزه. الجمباز الفني انسات في اجهزه مشتركه بس هم 4 اجهزه بس. الجهاز الارضي جهاز مشترك اللي هو بمساحه 14 في 14، جهاز متوازي البنات اللي هم عقلتين مختلفتين الارتفاع، عقله قصيره وعقله طويله، واللاعيبه بتعمل انتقال من البار ده للبار ده وهكذا. حصان القفز جهاز مشترك، بتجري بمسافه 20 متر وتنط تعمل روتيشن او حركات معينه. والجهاز الاخير عندهم جهاز البيم اللي هو بيبقى 10 سنتي بطول 5 متر، واقفه عليهم بتعمل جمله حركيه، وده جهاز خاص بالبنات بس، هو متوازي البنات. فدي ال4 اجهزه الخاصه بالجمباز الفني انسات. تمام. دي الانجازات اللي حصلت في 2016. تمام. 2017 بقى ايه الحاجه المميزه اللي جالهم عملتها ويبقوا فاكرينها لحد دلوقتي والدنيا فيها تمام؟ طبعا 2017 كانت انطلاقتين الاتنين بفضل الله، يعني كان فيهم توفيق كبير من ربنا ونجاح كبير احنا كنا فرحانين بيه. اول حاجه بطوله الجمهوريه للجمباز العام اللي هو اسمه الجمباز للجميع دلوقتي، بس هو كان اسمه الجمباز العام ساعتها. تمام. بطوله الجمهوريه فريق جالوم اول مره يشترك في بطوله العروض دي، ده اللي هو عرض جماعي افضل شكل للعمل الجماعي. واول انطلاقه للفريق اتمرنا تعبنا، كان عندنا رؤيه، اشتغلنا قبل كده بعروض 2 3 4 5، بس اول مره نشترك بتيم كبير وكان عدده 43 فرد، ودي اول مره تشاركوا بالعدد. بالظبط، ولاد وبنات مختلط، كبير وصغير، من 7 سنين. هتنظم الكلام ده ازاي وداخل بطوله الجمهوريه؟ بالظبط. طب احنا كنا ساعتها بنخش باسم جالهم ولا لسه؟ طبعا كنا ساعتها باسم نادي الاتحاد السوداني لسه فعلا. تعبنا بقى واتمرنا بشكل كويس الحمد لله الفترة دي. وعايز اقولك ان ما جالناش شك لحظة واحدة ان احنا قليلين او ان احنا خايفين، بس احنا كنا محترمين البطولة. يعني احنا عارفين ان البطولة دي ما فيش حد بيدخل يجيب اول من اول مرة، دي معروفة طبعا. البطولة جامدة وفيها منافسة ومشادة جامدة جدا، فانت لازم الاداء بتاعك هو اللي يفرض نفسه على لجنة التحكيم وهكذا. يعني قدامك فرق قوية ومشاركة أكتر من مرة وما عندهاش رهبة اللجنة ولا المسابقة، وانت بالزبط. بتشارك لأول مرة. بالظبط. فاحنا الحمد لله دخلنا البطولة، والبطولة دي كان فيها سيتويشنز كتير حصلت. طبعا انت اولياء الامور مهما انت كنت بتتكلم معاهم وبتحاول تنقل لهم الثقافة وتقول لهم خليكم واثقين واحنا هنعمل حاجة كويسة، هم الناس قلقانة على فرحة ولادهم، مهزوزين. بالظبط. هو يعني ان كان على ولي الامر هو عادي مش هيفرق معاه قوي يعني، سؤال يا ريتني ما جيتها كسرت بخاطر الواد. هي دي اهم حاجة عند اي اب واي ام، هو ابنه وبنته، ودي النقطة اللي احنا بنحطها في عين الاعتبار دايما. فطبعا الناس كانت قلقة هناك، الناس بدأت تعرض، وادي دجلة دخل. فالكومنتات الجميلة ساعتها كان أستاذ أيمن عبد اللطيف بيكلم الكابتن محمد، وولادهم كانوا معانا في العرض يعني كابتن محمد عبد اللطيف، وقال له ايه الكلام ده يا محمد، يلا بينا نمشي، قوم بينا نروح، يلا بينا احنا هنعرض وسط إيه اللي الناس دي، جابنا انت هنا؟ شايف البنرات واللوحات يلا بينا. فبعدين عرضوا الناس وجه دور فريق جالهم يطلع، والحمد لله العرض بتاعنا منين ما ابتدى وتسقيف الجمهور اشتغل ما بطلش ما شاء الله بفضل الله عز وجل الحمد لله. طبعا التسقيف ده بيديك انت حماس رهيب طبعا تكمل. طبعا. ايه بقى اللي كان مميز يا هندسه في الموضوع؟ اللي كان مميز نوع اللي انا كنت بكلمك فيه، جمباز الاكروبات. جمباز الاكروبات ده احنا قدمناه في العرض الكبير ده، وده نوع مش موجود في مصر او الوطن العربي اصلا، ومحدش فالعين مش الحتة شايفاه دي كتير. ده انت بتشيل البنت بتقف على ايديها على ايدك، ده حد بيطير يلف في الهواء وينزل، بتحدفه وتمسكه تاني، فالناس بقى قلبها واقع في رجليها اصلا، ايه اللي انتوا بتعملوه ده؟ طبعا اللي فاهم يعني، انا عمري ما انسى الدكتوره نهاد زايد المدير التنفيذي للاتحاد، من الناس الدؤوبه النشيطه المجتهده جدا جدا، يعني اللي لها بصمات كبيره في الاتحاد، ربنا يجزاها خير ما شاء الله. دعمتنا جامد جدا ساعتها، وقالت لي لا احنا ان شاء الله هنعمل منتخب واحنا عايزينكم، وخدت ارقام التواصل، ومن هنا بقينا على تواصل دائم بيها وبالدكتور شمع عبد الحميد طبعا رئيس اللجنه الفنيه. خليني بس الاول، انتوا خدتوا البطوله دي؟ الحمد لله احنا في البطوله دي خدنا مستوى اول، وهنا كان الذهول طبعا ان فريق جاي الناس اول مره تشوفه يجيب مستوى اول، فازاي انتوا طلعتوا منين؟ إيه طبعا كانوا طايرين من الفرح، والردود اتحولت بقى، امكانيات برضو بسيطه جدا. طبعا انت ما كانش فيه، الناس دايما بتعمل ايه، العرض بيبقى احيانا ليه فكره، انت بتبين الفكره دي من خلال الاداء، ازاي
الموسيقى بتاعت العرض لافتات، فالناس عامله بنرات وعامله ادوات واكسسوارز كتير، او انت داخل مش عامل اي حاجه غير انت لابس مايوه يلا بينا موحد، والناس دي داخله تعمل ايه؟ جاهزين. اه. يلا بينا. لا الحمد لله ان في شغل مميز ولون جديد بيشوفوه لاول مره وفن جديد. طيب كلمني عن بقى دايره العلاقات. احنا بنقول دايما ان التحقيق دوت او الانجازات الكبيره دي بتفرق في توسع دايره العلاقات، ودايره العلاقات في البيزنس مهمه جدا لانها بيبني عليها شغل بعد كده قدام، يمكن ده انتوا حاسين بيه دلوقتي. فكلمني بقى ان انتوا طالعين داخلين مسابقه باسم نادي تاني فبتحققوا فيه، بدايه بقى دايره العلاقات من هنا في مجال بقى الرياضه وعلى مستوى مصر كانت الدنيا ماشيه ازاي؟ ايه المواقف اللي انت تفتكرها في الحته دي؟ طبعا هي المواقف بدأت من أول ظهور لينا زي ما قلت لك دلوقتي. لما اتشافنا بقى من الناس مثلا المسؤولة في الاتحاد المصري للجمباز، بدأت الضوء يتسلط عليك. لما بدأنا ننزل على السوشيال ميديا الشغل اللي احنا بنعمله، بدأت الأضواء تتسلط عليك. والانطلاقة الكبيرة وتاني إنجازات 2017 اللي فرحتنا برضو إن احنا عملنا مهرجان رياضي كبير جدا بفضل الله، والمهرجان ده كان باسم البطل المصري علي زهران. ما شاء الله. وده كان تكريما لمجهوده طبعا، وكان ساعتها لسه جايب بطولة عالم ميدالية ذهبية ما شاء الله. ده عملتوا مهرجان ده في القاهره؟ المهرجان ده كان آه. في مصر في الصالة المغطاة عندنا في استاد شبين الكوم. وعملناه باسم البطل المصري علي زهران. وطبعا جه ونورنا وحضر، والدكتور أسامة عز رجال ولفيف من أعلام الرياضة في مصر والوطن العربي كلهم، يعني بسم الله ما شاء الله. منهم الأستاذ الدكتور أستاذنا والأب الروح للجمباز كله الدكتور سعيد عبد الرشيد. المهرجان ده كانت حاجة كبيرة وجميلة جدا. حضروا ناس كتير قوي من منوفية كقادة وفي المجال الرياضي، فكان حاجة جميلة قوي. عرضنا من خلالها الشغل اللي احنا بنعمله. أكاديمية جالهم وصلت لمستوى عامل ازاي، الجمباز للولاد، الجمباز للبنات، الجمباز المختلط عامل ازاي. احنا كده لحد دلوقتي برضو لسه اكاديميه جالهم شغاله في البطولات باسامي نادي كل تاني ده احنا ما ظهرناش باسم أكاديمية جالهم خالص. لحد 2017. بعدها بقى في موسم 2018 الحمد لله بقى ربنا جعل التوفيق والنجاح حليفين لنا بفضل الله. يعني انطلقنا بقى في الجمباز الفني على بطولات على مدار الموسم، بطولات الجمباز الفني ولاد وبنات، بطولات الجمباز للجميع. الثقافة اتغيرت وبقوا 3 بطولات في السنة. الحمد لله كلهم توجنا بالمستوى المركز الأول وكأس المركز الأول بفضل الله. ما شاء الله. وهنا بقى الموضوع اختلف شوية في حتة العلاقات زي ما لسه بتقولي هندسة. العلاقات هنا فعلا بدأت تزيد لما بقينا نرفع أولياء أمور عندنا في مجالات كتير، بدأوا شايفين الفريق. جالنا أول حاجة استدعاء من محافظة المنوفية، احنا في عيد المحافظة عايزين فريق جالهوم يبدأ ان هو يعمل شو من العروض الجميلة اللي بيقدمها في عيد المحافظة. فروحنا قدام المحافظ في الصالة المغطاة وعملنا شو جميل. وهكذا بقى بدأ عيد جامعة نروح، حفل مش عارف ايه نروح. طبعا الاحداث كتيره فانا مش هقدر احصر الكل يعني، بس وبدات هي دي. البطولات برضو تزيد. بدات البطولات تزيد طبعا. كل سنه انت بتكبر الفرق وبتبني فرق طالعه لسه جديده، والفريق ده بقى المستوى الاعلى وهكذا. والفريق برضو بتاع العروض، الفريق بتاع العروض الخبرات بتاعته كل شويه بتزيد. كل ما تلعب بطوله الاكسبيرينس بتاعتك بتزيد، اللعيبه بتتثقل وهكذا. ايه الحاجات القويه اللي اكاديميه جالهم للجمباز نفذتها في 2018 وكانت فارقه معاها جدا لحد النهارده؟ طبعا من الحاجات البارزة جدا في موسم 2018 ان احنا بفضل الله اسند الينا افتتاح البطولة الافريقية لجمباز الايقاعي والجمباز الترامبولين، ودي لاول مرة كانت تتنظم. كانت اول مره مصر تنظمها. كانت اول مرة مصر تنظمها. البطوله الافريقيه دي دوليه بالنسبه طبعا لك لا، ومشارك ناس على حدث مستوى. كبير وثقة غالية اداها لنا الدكتور ايهاب امين رئيس الاتحاد المصري للجمباز، ودلوقتي ما شاء الله رئيس الاتحاد الافريقي وعضو المكتب التنفيذي، من الناس النشيطه الدؤوبه يعني. فاسند الينا الافتتاح ده من قبله دكتور هشام عبد الحميد رشحنا رئيس اللجنه الفنيه للنوع اللي احنا بنقدم فيه النوع ده. والحمد لله كنا قد الثقه دي وعملنا شو بفضل الله. كان شو عالمي وكان ظهور جميل وحاجه جديده للناس، وكان في جمهور حضر، وده الأول مرة جمهور يحضر في بطولة جمباز مش في بطوله كره مصر. قدم بقى. مش بطولة كرة قدم. طب انا عايز اسال في حاجه، كلمني عن تفاصيل عرفتوا ازاي ان انتم مطلوبين في حاجه زي كده؟ طبعا احنا عرفنا بقى هنا العلاقات كانت زادت. احنا على تواصل مع رئيس اللجنة الفنية، مع رئيس الاتحاد المصري للجمباز بنفسه. هو بيحب الناس الناجحة والناس النشيطة جدا. يعني عايز اقول لك انه كان في البطولة لما لقى المستوى كده طلع التليفون بتاعه الشخصي يصور بيه.
لايف. مم. هي دي برضو نقطة جميلة. احنا جالهم ده الناس عرفته منين؟ ما من المواقف كتير اللي زي دي. طبعا. بدأ الدكتور إيهاب طبعا له علاقاته وده 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 وده، فبقى في إجماع إن احنا لا جالهم اتشاف في البطولات في 2018 3 بطولات بتوعه. فاحنا احنا عايزين ينفع نجيبه في العرض بطولة ده فخر. ممكن يجي جالكوا تليفون حد يكلمكم عشان القصة طبعا دي؟ الدكتور هشام عبد الحميد كلمنا، والدكتور إيهاب بنفسه كلمنا وكان واخد الموضوع على عاتقه قدام الوزارة ان انا اللي هعمل الافتتاح. وده اصلا حاجة المفروض في الحاجات اللي زي دي انت بتسند الافتتاح لشركة متخصصة لده. بالظبط، تمسك الموضوع كله. لا عندنا الموضوع في الجمباز ما شاء الله خلية نحل. اتحاد الجمباز هو بيعمل كل حاجه لنفسه، وده هاجي لك ليه حتى في البطولات العالميه اللي نظمها الاتحاد المصري للجمباز. كل حاجه هو بيعملها بنفسه، بلاعيبته بمدربينه بحكامه، كل حاجه. عدد البطولات اللي حققتها أكاديمية جالهم من 2017 لحد دلوقتي تقريبا كم بطولة وكم ميدالية؟ ما شاء الله. يعني احنا من 2017 بدايه الانطلاقه، من 2016 فعلا لحد دلوقتي في فروع الجمباز المختلفه اللي احنا شاركنا فيها اكتر من 1500 ميداليه بفضل الله، من ذهب لفضه لبرونز. وبفضل الله الغالبيه العظمى ليها يكاد التلتين ذهب. لان في نقطه هنا جميله تحسب لنا بتوفيق من ربنا. فريق الجمباز للجميع اللي هو فريق العروض اللي احنا شاركنا بيه في كل حته والناس شافته، الفريق ده من اول 2017 حتى الان اكتر من 22 بطوله توجت بفضل الله بكاس المستوى الاول والميداليه الذهبيه، اكتر من 1000 ميداليه. يعني هنتكلم في اكتر من 1000 ميداليه راح الفريق لوحده ما شاء الله في البطولات بس. ما شاء الله ما شاء الله. فالحمد لله يعني توفيق كبير من ربنا يعني، وانجاز كبير. بالنسبه بقى للانجازات بتاعتنا، واخر 2018 كانت الانطلاقه في برنامج Arabs Got Talent. وخلينا اقول الاول على صاحب الانطلاقه دي. يعني احنا كنا بنتعب جامد جدا، والمقربين مننا شايفين التعب ده. وهنا كانت بدايه انضمام بقى اخ من الاخوه، وهو مستر عبد الرحمن. طبعا مستر عبد الرحمن كان لسه جاي من السعوديه. فعلا لما شاف العروض بتاعتنا بقى مبهور جدا، وصعب عليه المجهود اللي هو شايفه ده. حاسس ان احنا محتاجين نتشاف في مكان اعلى واكبر، محتاج يتوظف يا جماعه في مكان اكبر من كده. بالظبط. فهو كانت دماغه بقى هو دفعتك وانت عارفه. طبعا حبيبي، خلينا نجيب الموضوع من الاخر الاول. انتوا شغالين تمام، وبتعملوا اللي عليكم، وبيجيلكوا ايفنتات وبطولات هنا في مصر كده، تمام. فجأة ايه اللي حصل؟ اول حاجة ليها علاقة بالموضوع كانت امتى وازاي؟ كنا احنا في 2018 في نص 2018 كده، غالبا شهر 3. مستر عبد الرحمن قال لنا انا عندي ليكم مفاجأة. قلنا له خير. قال لنا احنا عندنا ميعاد كاستنج البرنامج Arabs Got Talent يوم كذا. ده انت بتتكلم بجد؟ مفيش ترتيب ومش قايل قبلها يا جماعه لا خبر لا. انا بقول لكم انتوا عندكم ميعاد كاستنج العرب جوت تالنت في اليوم كمان اسبوع، ولا اي حاجه. انتوا على طول كده انت بتتكلم بجد يا عم ولا بتهزر؟ قال لنا والله بكذا، وفي قرية زويل يوم كذا الساعه كذا مع المخرجه هبه محمود، ورقمكم رقم كذا. وخدنا رقم فعلا، لان الرقم ده كان ليه استثناءات اصلا، في ناس جت وما دخلتش، فاحنا الحمد لله كنا جايين معانا الرقم جاهز. فدي كانت بدايه الانطلاقه. هو شاف المستوى بتاعنا، لقى ان الفريق مستوى عالمي، وحس ان احنا اكبر من مستوى البطوله، او ان انت مستواك عالي محتاج حد يشوفك اعلى، وهكذا. فبعت لهم بطوله من بطولاتنا، فهم برضو عجبهم اللون ده والفكر ده، ما تظهرش في البرنامج قبل كده. سؤال حلو ان هو بعد ده من غير ما يقول لكم. يعني انا مش عايز اعلقكم بامل ان انا هقدم وانتوا تستنوا، لا، خد خطوه. انتوا شغالين زي ما انتوا، وان جت هقول لكم، وان ما جاتش يبقى بالزبط. انا ما اديكوش يعني حاله من حالات الاحباط والكلام بالظبط كده فعلا. فالحمد لله كان في عرض فعلا مميز عندنا اللي هو قدم بيه. بدأنا نسكر العرض شوية، ورحنا ميعاد الكاستنج، ورحنا كتيبة كنا 68 واحد ما شاء الله. يعني كانت حاجة تخض كده، انت جاي بجيش. فطلعنا في المسرح، وبدأنا ان احنا الحمد لله عملنا الفقرة بتاعتنا، الناس كلها قعدت تسقف، حاجة جميلة ومميزة. وبعدين بقى المخرجة قالت فين مدرب الفريق؟ قالوا لها هو اللي هناك ده. كابتن زيزو بقى. ندت له، قالت له العرض جميل بسم الله ما شاء الله، حاجه جميله، بس انا عايزه الشو ده، احنا عملنا شو 5 دقايق، انا عايزها 2 minutes only. خد بالك احنا كده لسه في التصفيات، انت في ناس كتير بتروح تقدم في الكاستنج وبيتاخدوش. طبعا يعني بيفلتروا ويصفوا منهم. بالظبط. انا عايز اشوف اللي انت عملته ده احلى حاجه فيه، اعملها لي في دقيقتين، والعدد ده قلله خالص، يعني عايزاه 20 واحد.
فطبعا الموضوع اختلف خالص. انا رايح بالناس كلها البسمة على وشها ومبسوطة وفرحانة، لازم اقلل العدد. وهنا كان اول حاجة وقعنا فيها بقى، هتواجه ازاي، هتبلغ الناس ازاي. وهنا ده اللي ميز فريق جالهم بفضل الله، اللي يستحق يكون في مكانه بيكون فيها، وده قمة النجاح. قريب وغريب بدأنا ان احنا نشوف مين اكتر ناس كفء ان هم يقوموا بالمهمة دي. طب بتدور على المصلحه العامه. بالظبط، بدأنا ان احنا نعمل بروفة فعلا، لا ده ملوش دور تعالى، ده ملوش دور تعالى، ده ملوش دور تعالى، ده هنا بيعمل دور واحد والباقي لا. هي عايزة كله شغال، العرض ما فيش حد بيقعد فيه بره، الدنيا شغالة، الدقيقتين كلهم اكشن. فابتدينا عملنا ده فعلا، والعدد قلل ل 33 واحد ساعتها، النص تقريبا. النص ده غير الجهاز الاداري المعاون بقى وكده يعني. طبعا هم كانوا عايزين عدد اقل، بس احنا بدأنا نوصل لهم الرؤية بتاعتنا وان احنا لازم ده، وبدأوا يشوفوا ان فعلا العدد كله شغال، انت مفيش حد قاعد ما بيعملش حاجة. طبعا عشان يبقى واصل للناس، العدد الزياده بيبقى تكاليفه زياده على البرنامج، طبعا فهو بيحاول على قد ما يقدر يشارك، بس هو عنده بادجت معين شغال جواها، مظبوط. فمش هيقدر يستوعب من مصر غير 100 واحد. طب لان ال 100 واحد دول استوعبهم ب 100 موهبه، طب ما لو فيهم 30 واحد يبقى انا كده كنسلت صح 32 موهبه. مظبوط، فده لان بس عشان البرنامج بيبقى متحمل كافة التكاليف بتاع السفر والإقامة في الفترة بتاع التصوير كلها عليه. فهي فعلا البادجت كانت كبيرة جدا، بس الحمد لله اللي انت بتقدمه هو فرضنا نفسنا باللي احنا بنقدمه وقوته بفضل الله يعني. فالحمد لله العرض لحد ما يمين شمال، لا عدل، لا زبط، قعدنا كده يجي 3 شهور ونص. طبعا احنا في حلم 3 شهور ونص 3 شهور ونص شغالين بنتواصل معاهم اونلاين، ويا عالم النتيجه ايه في الاخر، هنروح ولا لا، لحد ما في مرة تعبانين طلعان عينينا في التدريب، تفاصيل بساط بننقله، والتزاماتكم شغاله بالظبط، عندكم بطوله، عندكم عندنا تدريب، شغلنا شغال بالظبط. بس كنا مركزين على الهدف ده قوي بقى بصراحة. فالحمد لله في مرة من المرات قاعدين متقدرين جامد جدا، كان عندكم التزام معين ساعتها ما كانش عندنا حاجة غير البرنامج، بس خد مننا مجهود جامد بقى ومفضيين وقتنا، لحد ما جات لنا رسالة بقى من مستر إليو، جالهم مبروك تم قبولكم في البرنامج. المكالمة، احكي لي عن المكالمة، جات لمين وعرفتوها ازاي؟ المكالمة ساعتها جه فويس، يعني هو كانت مكالمة تلفونية وبعدين بينوا فيها وبعدين بعتوا لنا فويس، جالهم مبروك تم قبولكم بالبرنامج، والتفاصيل بقى التأشيرات والفيز 1 2 3 4 وظبطنا الدنيا. رد فعل الفريق لما سمع، يعني سمعتوا له فيوز ازاي؟ احنا بقى سمعناه احنا يعني الحمد لله وخدنا الفرحه، خدنا كده. بس ان التعب اللي انت تعبته لا مجهود كبير 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 بفضل الله يعني. فكان في تدريبه للفريق بقى بالليل، الفريق جه اول لما جم وقفنا مصطفى فقلنا في حاجه مهمه يا جماعه لازم تعرفوها، وما فيش لحظه بينا فيها ان في اي حاجه مهمه، وكله يركز معانا يا جماعه، كلام جد بقى وبتاع. قلنا ندخل عليهم دخله كده، وبعدين الصب اشتغل، الفويس اشتغل، جالهم مبروك تم قبولكم في البرنامج، وبقى كله في السقف. خلاص كله بينفذ التمرينات عملي. لا كانت فرحه جميله يعني. ده فرحه لمجرد انك هتخش في منافسه عرب جوت تالنت. بالظبط. عرب جوت تالنت ساعتها هو اكيد لحد دلوقتي ليه جمهوره، بس في الوقت ده في 2018 كانت الناس بتستنى البرنامج واذاعه حلقاته. مظبوط، يعني ده كان الموسم السادس فعلا، والناس كانت بتستنى ان هي تشوف البرنامج، حاجه جميله وكبيره بيتسلط عليها الاضواء وبمواهب جميله، فالناس بتحب تشوف مواهب مختلفه وهكذا. فالحمد لله بقى لحد ما سافرنا في اخر 2018، لان الحلقه الاولى من البرنامج بتبقى فيها مونتاج مش بس مباشر. فاحنا سافرنا اخر 2018 في شهر 11، والحلقه اتذاعت في اول 2019. ممتاز. كلمني عن السفرية الأولى. السفرية الأولى طبعا خلينا نقول فيها تفاصيل كتير، فاحنا هنقول على باب الدردشة كده ونحكي، بس مش هنقدر نحصر كله يعني عشان ندي فرصة للحاجات التانية نتكلم عليها. فاحنا من بداية ما سافرنا طبعا شعور جميل ان احنا التيم اللي تعب واجتهد دوت من اول ما اتجمعنا وخلاص البروفات النهائية قبل ما نسافر، لحظة ركوب الاتوبيس ورايحين المطار واحنا جوه المطار، مشاعر بقى اللي هو طبعا فريق بجد. لا حاجه جميله، والناس بتبص لنا، حاسس ان انت بتمثل مصر كمان في حاجه زي كده. بالظبط. لا طلعنا وعاملين زي بقى حاجه جميله وزي موحد، ودفعنا دم قلبنا كلنا. كلمنا عن المشاكل. بص المشاكل اللي واجهتنا كتير، عايز اقول لك ان من ابرز المشاكل دي في الزي بتاعنا والبطوله بعد بكره وعاملين اوردر حاجه محترمه بقى وبتاع، جه في اخفاق فيه.
طبعا ده كان قمه الانهيار. الاخفاق ده كان كبير جدا وتعدل في يوم واحد بفضل الله يعني. لا يعني كان في حاجات كتيره، لعيبه عايزه تسافر ومش تصريحات السفر بتاعتها اتاخرت. انا نفسي التصريح بتاع السفر بتاعي اتاخر، وده كان عامل ريسك كبير لان انا كان ليا دور كبير في العرض، دور مهم. فحتى يعني من المواقف الطريفه ان في الاخر كابتن عبد العزيز نزل مكاني يعني في شارك البروفات. مكانك. انا لحد قبلها جهز نفسه في لحد قبلها بيومين انا التصريح بتاعي ما كانش طالع لسه. فطبعا كانت مشكله ولازم بديل. انت خلاص الناس وافقت على العرض ده، وهطلع امثل مصر وهمثل نفسي، هظهر نافذه جات لك تظهر من خلالها، هتخلي الناس تشوفك ازاي. فبدا ان هو يتمرن يشوف بديل، ما لقى الدنيا نزل هو وطبعا هنا حصل قلق وكابتن عباس خلي بالك يعني ما شاء الله ما شاء الله طبعا. بس كان بعيد، ما هو راجل دلوقتي بيدير من بره بالظبط. هو لازم واحد من بره ومش هينفع كلنا نبقى فلازم واحد اوت شايف ايه الدنيا من بره كده. لحد ما الحمد لله خدت التصريح بتاعي وتوكلنا على الله وسافرنا. واحنا في المطار هنا كانت طبعا مفاجأة مش حلوة خالص، ان 2 من الفريق استبعدوا. وقف ال 33 اللي هم اللي بيلعبوا ودخل منهم 31. 2 دول عندك مشكله ما تسافرش. احنا كنا بقى ايه، لا اللي سافروا وصلوا هناك بالسلامه 33، بس كنا ازيد بالاثنين دول فاستبعدوا طبعا. بس عايزين نوضح ان اغلب الفريق في الوقت دوت كان طلبه في الجامعه، وان الجامعات كان بيحتاج لتصريح جيشي، لان هو المفروض ان هو مزبوط. بعد كليته عنده التزام، مزبوط. فلازم كليته تطلع افاده وموافقه انها موافقه انه يسافر ويرجع تاني. هي دي نقطة فعلا. فكان الناس بتبقى خايفة تحط الموضوع ده على عاتقها، بس كان في تسهيلات في الأدوار اللي بعد كده لما الناس شافت بعينيها بقى. هو أول ما هيشوف حجم الإنجاز، عارف الشرارة الأولى زي ما بنقول، صح أنت صح. بتمثل مصر في حاجة، هتلاقي أي حد في إيده ده زود الثقة، زود طبعًا الثقة طبعًا. فعلا. فاتمنعوا من السفر في المطار، وهنا دي طبعا كانت حاجة مفاجأة مش حلوة. شعور بقى يعني بالإحباط صاب الفريق كله، لأن أنت العرض كله يعتبر شخص واحد، شلت حد فهنا في خلل. فالحمد لله احنا كنا عاملين احتياطي برضه، كان في حد احتياطي، فوصلنا بالسلامة. رحنا طبعا الوقت كان زنقة، أول دور ده 3 أيام السفر وبتصور فيه التصوير بتاعك في تاني يوم. فروحنا على مسرح MBC على طول، استديوهات MBC بروفا، عندكم بروفا. طلعنا عاملين حسابنا في المايوهات، كابتن عبد العزيز لبس المايوه ودخل برضه والأول كان هيدخل مكاني، المرة دي بقى دخل مكان كابتن طه. وكان في معانا جودة كمان، فالاتنين استبعدوا. فهو دخل في اول سفري دخل خد الدور بتاعهم واشتغل، واللهم لك الحمد. من اول بروفا عملناها هناك كانت حاجة موفقة يعني، وصورنا والدنيا تمام. جه تاني يوم ميعاد الحلقة بقى نفسها، دخلنا طبعا بفضل اللي احنا كنا واثقين في نفسنا يعني. الحمد لله بجد، ان دي حاجة مش سهلة. انت داخل وعارف ان انت بتقدم حاجة جديدة ولون جديد. الحكام اللي قاعدة دي ناس مقدرة جدا، ما شافوش حاجة زي دي قبل كده. فدخلنا العرض اتعمل بثقة كبيرة. واجهتنا ضربات هناك برضو، لاعيبة تتعب منهم يعني، من الناس بقى اللي هو الحصان الاسود زي ما بيقولوا. ساعتها كانت ليلى بنوتة جميلة كده صغيرة، دلوقتي بسم الله ما شاء الله. ليلى كانت بتعمل حاجات خطيرة، وكانت طالعة تلف لفتين و3 في الهواء، فتعبت وسخنت جامد وقصص. انا بقول ان مشاكل الالعاب الجماعية دايما ان هي بتعتمد على الافراد. يعني لو فرد حصل له مشكلة، الفريق كله عنده مشكله. مظبوط. خصوصا في اللعبه الجماعيه بيبقى العرض جماعي، يعني مش زي كره القدم لو حد عنده مشكله هنبدله. تمام. لا انت عندك مشكله، فانت كنت بتتكلم عن التعب اللي حصل والكلام ده. طبعا هي فعلا دي بتبقى مشكله في انت تيم ورك توجذر، فلا اي حاجه هتاثر. فاحنا الحمد لله وصلنا بقى للنقطه الحاسمه في السفريه الاولى. طالعين على المسرح نصور الحلقه، خلاص لجنه التحكيم قاعده، فريق جالهم دخل يقدم، وانا كان ليا شرف التقديم الحمد لله. وهنا كان في نقطه يعني انا كنت فخور ان انا بقولها فعلا، عشان احنا تعبنا في محافظتنا وفخورين بيها. احنا قلنا احنا من مصر، من شبين الكوم، ومحافظة المنوفية من مدينة شبين الكوم. والحمد لله دي كانت رسالة للناس برضو اللي هي كانت في بداية شغلنا بيقولوا لنا انتوا يا جماعة هتفتحوا في شبين الكوم وفي المنوفية. مش لحاجة، هم كانوا بس يعني عايزيننا مجهودنا يتوجه في الحتة المناسبة ليها. فلا الحمد لله اللي بيتعب في اي حتة ربنا بيكرمه وبيوفقه. فاحنا كنا فخورين ان احنا قلنا من محافظة المنوفية ومن مدينة شبين الكوم. وابتدينا التقديم بقى. العميد علي جابر كان هو اللي بيكلمني وقال لي خلينا نشوف. قلت له تمام ماشي. والحمد لله ابتدينا العرض بتاعنا.
ومن لحظة البداية بقى يعني لقينا كانت الفنانة نجوى كرم بقى في لجنة التحكيم، كانت مبهورة جامد جدا، والتعليقات بتاعتها واضحة جدا. ده ادانا طاقة واحنا شغالين، يعني كانت كل حاجة نعملها فيها سسبنس كانت لا بتدي ما رياكشن شاء الله. جميل. فده خلينا شغالين بثقة اكتر. هو العرض دقيقتين، ما فيش وقت اصلا، بس الحمد لله لا الدقيقتين دول كانوا كلهم حاجة جميلة جدا بفضل الله. لحد ما خلصنا الشو الحمد لله ان احنا واخدين بالنا ان ما فيش اخفاق حصل، ما فيش حاجة حصلت، بنبقى واخدين الامور بالنا تمام، لان انت في ريسك اصلا. انت في 2 مش معاك. كابتن زيزو بقى كان مظبط الدنيا. ما شاء الله ما شاء الله. والحلقة خلصت الحمد لله. أول تعليق كان لنجوى كرم ساعتها: يا أرض حرصي ما عليك. نزل عليها كوميكس كتير دي. ايوه وبعدين أول ما قالت الكلمة دي من هنا العميد علي جابر وقف. أنا بقيت عيني رايحة على أحمد حلمي وعلي جابر. طبعا مين هيعملها؟ لأن بفضل الله إحنا كنا متوقعين الباز الذهبي بس من أحمد حلمي. العميد علي جابر ما اتكلمش وضغط على الباز الذهبي، وهنا اتنطط والفريق كله اتنطط. وكانت فرحة كبيرة كبيرة لأن العميد علي جابر هو قيمة وقامة في الحتة دي قوي. هو مقدر جدا للمواهب وفعلا صاحب الميزان الحساس. فثناؤه على حاجة زي كده بيديك ثقة في نفسك. هو ما اتكلمش، هو عبر بضغطه على الباز الذهبي اللي بيعترف ان دي موهبة فعلا خارقة او مكتملة الاركان زي ما بيقولوا. فدي كانت حاجة جميلة. واحمد حلمي بعدها الجميل برضه انه قال علي سبقني. يعني انا اصلا كنت هتك على الجولدن باز. ايوه فالحمد لله ان كان في اجماع تام من لجنة التحكيم، وده بقى ادانا فول باور للمرحلة اللي بعدها السيمي فاينل، العروض المباشرة. لان هنا الوضع مختلف، انت ظهرت بشيء عرض السيمي فاينل مباشر، لازم جديد مختلف، ديكور، ميوزك، ادوات، جرافيك على الشاشة، اداءات. فانت الناس عايزة تشوف ايه الجديد. فاللي احنا عملناه ايه بقى؟ رجعنا للموهبة دي بتاعتنا. اصلها ايه اصلا؟ لان اصلها الفراعنة لقوا نقوش على الاحجار الفرعونية، حركات جمباز واكروبات وكده. عملنا الزي الفرعوني، الميوزك الفرعوني، الجرافيك الفرعوني، البرنامج عمله وتواصلنا معاهم. وبقى المود بتاع العرض صناديق عملناها، ودي كانت حاجة جميلة يعني. وانطلقت بقى حتة الصناديق دي بقت أداة أساسية عندنا في العروض بعد كده طبعا على حاجات فرعونية. بقى الشو حاجة جميلة جدا. ده الشو السيمي فاينل. طبعا أنا عايز هنا أوضح إن بعد المرحلة الأولى كل المحيطين بجلهوم وكل المعارف ويمكن كل اللي موجودين في المكان اللي هم فيه كانوا بيشجعوا جلهوم كأنه داخلين كاس العالم. الحمد لله، كأنه في كرة القدم. ومش بس في المكان اللي هم فيه ده، مصر كلها كانت شايله ان ايه ده، التصفيات دخلت في السيمي فاينل لحد من مصر. الفريق ده يا جماعه بيمثل مصر، لدرجه ان كانت الشوارع وقت الحلقات اللايف كانوا بيبقوا عاملين شاشات كبيره في الشارع وناس قاعده وفراشه وبيتفرجوا. لا دي حاجه مستنيين صرده وبنرات بتتعلق في الشوارع. كانت حاجه جميله فعلا، ادتنا والله فعلا روح. طاقه. ما هي الروح دي هي اللي طاقه كبيره. انا عايز اقول لك يا هندسه ان احنا من اول ما جينا المطار بعد الباص الذهبي بقى رجعنا المطار طبعا في السيمي فاينل، لان الباص الذهبي ساعتها كان ما حدش يعرف حاجه، حتى احنا كتبنا مش هينفع تقول، ما ينفعش تقول. اي انت ماضي على الحاجات اصلا دي ما فيهاش هزار، دي تطلعك بره. فحتى المقربين لنا احنا ما قلنا لهمش، حتى اتفاجئوا بعدها انتوا ما قلتوش ليه. بس كانت مفاجاه فعلا من القلب. احنا كنا قاعدين بنتفرج على الحلقه وكانت حاجه جميله. في السيمي فاينل بقى واحنا راجعين في المطار كان في ضجه كبيره في مطار القاهره فعلا. السيمي فاينل احكي لي عنه بقى. السيمي فاينل ده اللايف، بدايه العروض المباشره، وسافرنا 10 ايام في لبنان، هناك معسكر قبل البث عشان ما فيش هزار، كل حاجه محسوبه بالثانيه، وفي تصوير ريبورتاج. عملنا اعلانات ساعتها لبراندات هناك تبع اللي هم السبونسر بتوع البرنامج، فكان في لازم نروح قبلها بوقت. العرض بقى كان بفضل الله في توفيق كبير. عملنا عرض بالمود الفرعوني مختلف تماما عن اللي الناس شافته في الباز الذهبي، مليء بالإثارة والمتعة، عنصر الخطورة أعلى مليون مرة من العرض اللي قبله. لما طلعنا على المسرح وعملنا العرض، أول تعليق قالوا العميد علي جابر قال 1000 جولدن باز لإلكم. ما شاء الله. أحمد حلمي قال انتوا فراعنة. نجوى كرم قالت حدودنا السماء. العرض فعلا كان بفضل الله في توفيق كبير، ومن اقوى العروض بفضل الله للأكاديمية جالهوم قدمتها. والتيم كان مسافر كامل بقى في السيمي فاينل. التيم بقى زاد
التيم هنا زودنا التيم، كنا مسافرين ساعتها 39 واحد ما شاء الله. والاثنين اللي كان عندهم مشكله في لا اتحلت بقى والدنيا اتظبطت لانهم شافوا الفريق وحاجه مشرفه. واحنا هنا كنا بنتكلم ان تعامل الجهات والكليات مع التيم بعد الحلقه الاولى اختلف تمام. خلاص انا مصدقك، انت طالع تعمل حاجه لها قيمه. بالظبط، هو شاف بعينيه والثقه زادت بالظبط. فالحمد لله ربنا وفقنا والصعود في السيمي فاينال في البث المباشر بيبقى بطريقتين عشان الناس اللي مش عارف. هي اول حاجه بتصويت الجمهور، بيبقى في تصويت واحنا كان لنا رقم الناس بتصوت عليه. احنا ما صعدناش بتصويت الجمهور، بس احنا صعدنا بلجنه التحكيم. هو بيبقى فيه 8 مواهب، بيختار اعلى 3 تصوت لهم الجمهور بدون اي ترتيب. اختار 3 بعدين يقول اعلى واحد تصوت له ده صعد مبروك عليه وصل للفاينلز. الاتنين اللي باقيين لجنة الحكم بيختاروا منهم اللي ياخد صوتين صعد. تمام. فاحنا كان معانا موهبة تانية وهنا بقى عايزين يسيبوا الأعصاب. فالحمد لله كانت الحاسمة مع العميد علي جابر برضه، هو اختار فريق جلهوم وكانت فرحة كبيرة والله. العميد علي كان ماشي معاك مع ان الناس كلها بتخاف من العميد علي انا عايز اقول لك ان من الحاجات الطريفة في موهبة دخلت عليه واحنا هناك. اول لما دخل سكت قالوا في ايه، قال لهم انا خايف من الاستاذ علي. لا هو لسه ما عملش حاجه. لا هو انسان مقدر وميزانه حساس فعلا، مش اي حاجه بتعجبه. بالظبط. فده كان السيمي فاينال، وكان فيه استقبال حافل من اولياء الامور ومن الجمهور في المطار، وحاجه جميله وكلام ايجابي وطاقه ايجابيه من الناس بقى. ولما وصلنا مصر والمحافظه عندنا الناس طايره بالفرح، انتوا شرفتونا ورفعتوا راسنا. ده كان قمه السعاده. فانا رايح بقى اتحدى ان انا عايز اوصل للفاينل. اداك باور، لان احنا كنا داخلين على مرحله، ودي برضو حاجه هقولها يعني من الحاجات الجديره بالذكر. احنا عملنا عرض الفاينل في 20 يوم فقط، عرض جديد مكتمل الاركان، زي فكره ما كانتش في دماغي ولا زي ميوزك، كل حاجه مختلفه تماما. اللي يتفرج على العروض يلاقي كل عرض مالوش علاقه باللي قبله. العرض بتاع الفاينل كان جانجل، الغابة والبيئة الصعبة اللي نشأ فيها الفريق لحد ما جه ظهر. ففي 20 يوم عملنا عرض عالمي بفضل ربنا وتوفيقه، والحمد لله الناس أثنت عليه كل خير، ولجنة التحكيم تعليقاتها كلها كانت إيجابية. احنا ما كانش معانا الحظ ان احنا نكسب البرنامج، احنا طلعنا يعتبر التاني على البرنامج، بس احنا كسبنا فعلا حب ناس كتير جدا من الوطن العربي، وبقى لنا جمهور كبير جدا في الوطن العربي مؤيد ومتابع. ودي كانت انطلاقة نقلت فريق جلهوم بصراحة في حتة تانية خالص، بقى لينا ناس متابعين من كل حتة. ومن هنا بقى بدأ الشغل. ده كان في 2019، علاقات دولية بالظبط. أول تقدير جالنا بعدها كانت من الدولة المصرية، من الرئيس عبد الفتاح السيسي. طلب الفريق بالاسم إن هو يشوفه في الحفل بتاع أسر الشهداء والمصابين اللي بيتعمل في مركز المنارة سنوي في عيد الفطر في أول يوم. دي كانت أول حاجة، كان في آخر 2019. ورحنا وعملنا عرض جميل فعلا، الحمد لله ربنا وفقنا وأدخل البهجة والسرور على الناس اللي كانت هناك. وكانت حاجة جميلة للفريق بقى، والولاد اللي معانا في الفريق تألقوا باليوم ده طبعا واستمتعوا هناك. كانت حاجة جميلة جدا يعني حاجة تعوض لا كانت حاجة جميلة فعلا ما تتنسيش. الدكتور أشرف صبحي يوميها تواصل معانا وقعدنا بصراحة يعني ادانا طاقة إيجابية كتير من الكلام الحلو اللي قاله، إن هو كان متابع للفريق وعامل حاجة جميلة ولازم يظهر قدام الرئيس بشكل كويس وهكذا. فالحمد لله دي كانت نقلة تانية برضو. تعبنا ما راحش على لا كانت حاجة جميلة بصراحة، ادى للناس كلها والأولياء الأمور، حاجة جميلة جدا يعني. فهنا برضو عايز أقول حاجة هندسة، احنا بفضل الله يعني ربنا جعلنا سبب في انتشار لعبة الجمباز في مصر، سبب من أسباب كتير. طبعا خلية النحل اللي في الاتحاد المصري للجمباز بسم الله ما شاء الله عليهم، واحنا كنا فرحانين ان ربنا جعلنا سبب في ده. ومن هنا بدأت انطلاقة نجاحات تانية للفريق، بقى فريق احترافي بفضل الله بيقدم عروض بمختلف الأفكار في أي ايفنت. احنا ابتدينا في 2020 كانت الاتحاد المصري للجمباز نظم لأول مرة كاس عالم للجمباز الفني على أرض مصر، وده كان حدث كبير جدا جدا جدا، ويعمل نقلة في اللعبة. بالظبط، وفعلا نقل اللعبة بشكل تاني خالص، ومصر بقت مصنفة عالميا بعدها ما شاء الله. فالاتحاد طبعا عايز يعمل افتتاح كبير،
وخدوا على عاتقه، والوزاره قال لهم احنا اللي هنعمل كل حاجه، وبقى على عاتق الدكتور ايهاب امين فعلا الافتتاح وكل حاجه. فالحمد لله احنا قدمنا عرض عالمي في الافتتاح ده، عرض فرعوني، مملكه جالهوم الفرعونيه، وكانت حاجه كبيره جدا. الناس ممكن تشوفها مرفوعه على اليوتيوب واحنا رافعينه، مملكه جالهوم الفرعونيه. عرض كان فيه توفيق كبير جدا من ربنا الحمد لله. الحمد لله. وكل الناس اثنت عليه لما شافته. رئيس الاتحاد الدولي بنفسه كان حاضر، الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه كان حاضر، ما شاء الله. رئيس الاتحاد الافريقي، وهكذا. خلصنا موسم 2020 وكان فيه طبعا جائحة كورونا كانت مشكلة كبيرة ساعتها. طبعا كان في قبلها بطولة الغردقة. كان في عندنا بطولة الغردقة، كان في بطولة الايروبيك الدولية. الاتحاد المصري للجمباز اسند الينا الافتتاح بتاعها. كانت اول مرة مصر تعمل بطولة دولية للجمباز الايروبيك، والحمد لله رحنا عملنا عرض عالمي فيها هناك بفضل الله. ما شاء الله. من عروض البرنامج يعني عملنا عرض بتاع السيمي فاينل، عرض التالنت هنعيده تاني بالظبط. رحنا عملنا العرض هناك. الناس كانت مبسوطة جدا بالأداء الحمد لله، وكانت حاجة جميلة جدا ان الناس جاية تشوف افتتاح بطولة، شافوا حاجة غير تقليدية، اول مرة مصر تعمل، فهيعملوا ايه. فالحمد لله كانت حاجة جميلة. لما جينا في كاس العالم للجمباز بقى بعدها عملنا حاجة مختلفة تماما بفضل الله، كان فيها توفيق كبير. وكان في شوية تفاصيل واجهتنا في الافتتاح ده. كان افتتاح كبير وفي مجهود كبير وسط جائحة كورونا، وكان معمول طبعا مساحات للناس كلها. كنا قاعدين في فندق قبلها، محدش بيطلع محدش بيخرج. قبل العرض اليوم اللي قبله كابتن عبد العزيز استبعد، ومعاه لاعبين 2 استبعدوا. كورونا دي مشكله كبيره طبعا مشكله. مش عارف انتوا ايه حكايتكم على الاستبعاد، بس في إيه؟ احنا طبعا واجهتنا ظروف كتيره، بس بفضل الله عز وجل احنا بيبقى عندنا حاجه دايما، احنا ايا كان ايه الظرف بندور على الحل اكتر من ان احنا بنتاثر بالظرف طبعا. فدي برضو الحمد لله سر من اسرار النجاح. انت انا هقعد ازعل على اللي حصل ازاي؟ بفضل الله بقى يعني ايه، ربنا الهمنا وعملنا شويه ترتيبات واتفقنا هنعمل ايه، والعرض كان خلصان بس شويه تظبيطات اللي بنعملها. فالحمد لله قمنا بيها بقى انا وكابتن عبد الله وبقيه الكباتن معانا، والتيم كان متعاون بفضل الله، والافتتاح طلع بشكل عالمي بفضل الله. وكابتن زيزو كان قاعد في البيت بيتفرج عليه ما كانش معانا ساعتها، والحمد لله ربنا وفقنا. وجينا بقى في 2021 من الانجازات الكبيره بعدها افتتاح بطولة العالم لدرجات المضمار للناشئين، اللي أول مرة برضو مصر كانت تستضيفه. ما شاء الله. وأول مرة دي هندسة يعني في أضواء جامدة متسلطة، أنت أول مرة تنظم وترقب بقى يعني عايزين نشوف الناس دي هتعمل إيه بالظبط. هتعمل إيه. وهنا دي بقى كانت حاجة جديدة وفرحنا قوي بيها فعلا والله. الدكتور وجيه عزام رئيس الاتحاد المصري للدرجات ورئيس الاتحاد الافريقي ونائب رئيس الاتحاد الدولي، شخصيه جميله 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 جدا. اتشرفنا بالتعاون والعمل معاها. قال لنا انا عايزكم اجلهم تعملوا بالعجل، ما هي درجات بقى. ايوه انتوا بتوع جمباز اسقاط بقى وبتعملوا في الاتحاد بتاعكم جمباز، انا بتاع درجات، فانا عايزكم تعملوا لي الاوبننج سيرموني ده بالعجل. قلنا له حاضر يا دكتور. وقد كان بقى امتى بقى الكلام ده؟ احنا بنتكلم الافتتاح بعد 18 يوم، اجهز 17-18 يوم على ما تفاوضنا وخدنا الكونفirmation اصلا خلاص. كان باقي 15 يوم من بكره على الافتتاح. بدأنا نتكلم ونشوف طب احنا محتاجين عجل يا دكتور. في عجل مخصص طبعا للدرجات عندهم كان جاي من الاتحاد الافريقي طبعا متاح في المخازن. سلمنا عدد عجل معين صغير BMX وكبير عجل ماونتين، خدنا عجل وبفضل الله عملنا جمباز على العجل. مش جمباز بس، ده جمباز اكروبات ما شاء الله. وده كان المبهر وفعلا عرض يتدرس، عرض الناس كلها كانت مبهورة بيه. كان في توفيق كبير جدا من ربنا. كانت حاجة جميلة جدا جدا، الناس كلها بقى فرحانة بيها. وانت بتعمل حاجة جديدة، انت بتعمل جمباز بالعجلة. حتى يعني كان في تغطيات تلفزيونية كتير عليه ساعتها. كان الإعلامي أستاذ محمد شردي قناة الحياة كان تواصل معانا، بقى مبهور جدا باللي حصل ده. يوسف الحسيني كان في تواصل كبير معانا، والأضواء كانت متسلطة لأن الحدث ده كان برعاية رئاسة الجمهورية وبحضور رئاسة الجمهورية. احنا جينا على آخر لحظة بس لدواعي معينة، رئيس مجلس الوزراء اللي حضر والرئيس تابعنا من التلفزيون.
فالحمد لله كان في مسؤوليه توفيق بالنسبه كبير. لك. كان مسؤوليه، عرض اتعمل 15 دقيقه كامله بفضل الله، من اول طابور الاعلام احنا اللي عملناه، ودي كان فكر جديد، والحمد لله يعني كل الناس اشادت بالافتتاح، وكانت حاجه جميله، ودي من ابرز الحاجات اللي عملناها في 2021. وكان في بطولات شغالين طبعا في جميع افرع الجمباز الفني، والبطولات بتاعه الفريق بتاع الجمهوريه اللي شغالين عليها في السنه، وبطولات الكاس. جينا في 2022 بقى كاس العالم للجمباز هيتعمل لتاني مرة بقى، وبقى سلسلة مؤهلة للأولمبيكس، فخلاص كده انت سنوي بالنسبه لك هيتعمل. ما شاء الله، فكده خلاص احنا اعتمدنا جالهوم بقى. بالظبط، ربنا وفقنا وعملنا عرض مختلف تماما عن مملكة جالهوم الفرعونية، بقى الناس لازم تشوف حاجة جديدة. بالظبط، مع العرض انك لو كان عملت القديم الناس هتسقف لك برضه. الحمد لله، لأن هي حاجة جميلة، بس العين بتحب تشوف الجديد دايما. طبعا، وهنا التميز. طبعا، موسيقى جديدة، الزي مختلف، الحركات مختلفة، كل حاجة مختلفة من حيث الديكور، لأن المخرج والناس اللي معانا اللايت سيستم كل ده هو اللي عامل أول سنة، فكل ده كان متراعى في 2022. والحمد لله عملنا عرض كان عرض موفق جدا، وعرض جميل جدا بفضل الله، أنال إعجاب كل الناس اللي كانت حاضرة الحمد لله يعني. ومن ثم بقى انطلق افتتاحات كتير في 2023. كنا هنعمل الافتتاح برضو، بس كانت عندنا مهمة تانية شغالين عليها، فاحنا ما لحقناش ان احنا نعمل الافتتاح عشان عندنا حاجة لسه ما اعلناش عنها. دعواتك بالتوفيق كده، ربنا يفكر. ونعلن عنها في الوقت المناسب ان شاء الله يا رب. الله. وشغالين بقى من ساعتها في ايفنتات بنطلعها جنب البطولات السنويه اللي احنا بنشترك فيها ما شاء الله. بطولات الايروبيك، بطولات الجمباز الفني رجال والجمباز الفني انسات، البطولات بتاعه الفريق، لعيبه راحت ولاعيبه جت، بنضم لعيبه جديده معانا كل شويه، وهكذا لحد احنا دلوقتي بسم الله ما شاء الله الفريق اتغير كتير. يعني في ناس ثابته من اول موسم، بس لا في ناس كتير جدا اتغيرت، وهنا برضو دي صعوبه لان انت بتبني كادر جديد. ايوه طبعا، مش عشان عارف تشتغل مع اللعبه الجماعيه. بالظبط، فبيتعد كويس في فريق مخصص لده، وبعدين بيبدا يصعد يشترك في البطولات، الاكسبيرينس تزيد، المناسب ناخده معانا ايفنت خارجي يبدا ان هو يتسقل، وهكذا. في ايفنت تلفزيوني، في حاجه كبيره بنختار الناس البروفيشنال اللي هتطلع خلاص الدنيا هتطلع معاهم بشكل كويس، مفيش مجال للاخفاق بنسبه كبيره، ما شاء الله. وهكذا يعني. ده الانجاز بتاع رحله جالهوم في المستوى الرياضي كبطولات وتحقيق. على مستوى البيزنس بقى، جالهوم بدأ في مكان في 2016 حط اسمه أكاديمية جالهوم، اتطور المكان ده بقى لحد فين، برحلة شكلها عامل ازاي سريعا، بحيث نعرف النهارده جالهوم وصل لايه لان تأثير الانجازات في الرياضة اكيد كان ليها اثر كبير في البيزنس، علاقات وتطور وناس اتعرفت والناس مستنية منها كل جديد. خليني اقول لك هندسه ان احنا اصلا من بدايه هقول لك بالظبط من بدايه انطلاقه برنامج Arabs Got Talent انت بقيت مسمع جامد في مصر، انهالت عليكم العروض. بالظبط، احنا ساعتها ما فيش غير فرع واحد مصر. جوه شبين اللي احنا شغالين فيه، والفرع مش كبير طبعا. واجهتنا مشكله كبيره بعد البرنامج، شبين الكوم كلها والمنوفيه عايزه تيجي اكاديميه جالهوم، فطبعا مش هينفع، فالكابيستي بتاعي شل حد معين، وبعدين قفلت باب الحجز لان مش هقدر استوعب ده. جاتنا مسجات من معظم محافظات مصر وخاصة محافظة القاهرة، افتحوا فرع هناك، افتحوا فرع هناك. وهنا بصراحة ما كانش ينفع لعدة أسباب. أول حاجة اللي ميز فريق جالهوم وخلى أكاديمية جالهوم تبقى بفضل الله من الأكاديميات الرائدة في مصر في الجمباز، الفكر بتاعنا. احنا لنا فكر معين بفضل الله، تميزنا في توصيل المعلومات للاعب، تبسيط وانا بوصل له معلومة ببساطة عاملة ازاي، بفكر يناسبه، الصبر على اللاعبين، التدريب بالطرق العلمية اللي الناس بتتقدم بيها بره بتشتغل بيها، وهكذا. فأنا ما عنديش الكوادر اللي افتح بيها فرع تاني، ما عنديش الكوادر اللي تقدر ان هي اثق ان هي فعلا زي ما انا بقدم هيقدم، لان لما نفتح فرع تاني ما احنا هيبقى فينا خلل، مين اللي هيبقى هنا ومين اللي هيبقى هنا وهكذا. فاحنا مجلس الاداره خد قرار ان احنا مش هنتوسع دلوقتي ونركز في اللي عندنا، وبعدين نبدا نجهز ده، ومن هنا بدانا نجهز ليه، ندخل كوادر كل سنه، طلبه من كليات التربيه الرياضيه نبدا نعدهم من الاول، لان كان بيواجهنا مشكله بصراحه لما بجيب معظم المدربين اللي هو مدرب جاهز
بيبقى عنده سياسات غير اللي انا عايز اقولها هو له. جاي بفكر معين يعني، فمش هيبقى قابل بالظبط. للتغيير زي اللي انت قليل. هتعوده او في تأسسه ممكن عليه. قابل للتغيير بالنسبه، بس طبعا في كتير جه ومشي، دكاتره وانت متمسك ومدربين. بالهوية بتاعتك. بالظبط. انا ليا فكر، اللي مش بيتبعه انا بعتذر له. ليه؟ لان انا مش عايز حاجه تانية، وده اللي خلانا نفتح برضو من البدايه. ده اللي ميزك. بالظبط، الحمد لله. فبدأنا نعد للكوادر عشان نبدأ نتوسع، وفضلنا كده لحد 2024 جالهم فرع واحد، ملخومين في اللي عندنا والفرق اللي عندنا، ونركز مع الأبطال بتوعنا ومع المدربين اللي بيجوا جداد ان احنا نسقلهم، لحد ما في 2024 وبدايتها بالظبط ده كان موعد الانطلاقه الجديده بفضل الله، وان احنا نفتح فرع تاني. وبرضه قلنا اول حاجه هنعملها جوه شبين، لان احنا شبين مش صغيره، مدينه شبين الكوم هي المدينه بتاع محافظه المنوفيه وكبيره، فلا قلنا هنغطي منطقه من اهم المناطق الحيويه في شبين الكوم. فتحنا فيها برانش تاني كامل لينا، في مساحه كويسه نعرف نشتغل بيها العروض بتاعتنا، لان دي كانت مشكله بتواجهنا. نحجز صاله مغطاه، قاعه افراح عشان نتمرن فيها، ارتفاع سقف عايز 6 متر على الاقل، السبيس بتاعتي اللي بشتغل فيها 14 في 14، حاجات بتبقى اقل. كنت بعالج كل المشاكل خلال السنين اللي فاتت بمكان بالظبط. يعالج لك كل الكلام ده، لحد ما ربنا اكرمنا بشركه بير جروب الجميله. طبعا خلينا اقول بقى هنا للناس ان مهندس محمد عنب، انا هنا بقى اللي هبقى المذيع. من الناس القائمه على شركه بير جروب، ومن الناس الجميله شركه النجاح اللي حطت ايديها في ايدينا عشان نعمل التوسع الجميل ده ونعمل الفرع الثاني. وهنا فعلا دي كانت نقله جميله جدا في بدايه 2024. من ساعتها واحنا يعني الحمد لله الوضع مختلف معانا تماما جدا. شلنا عقبة كبيرة جدا كانت بتواجهنا، الفريق هيتمرن فين، الصالة محجوزة، القاعة محجوزة. كنا شايفين انا وباشمهندس محمد اسامة ان اكاديمية جالهم للجمباز تستاهل انها تبقى في مكان احسن من كده. زي ما انت ما قلت ان باشمهندس عبد الرحمن جلهوم كان شايف ان لا، انا شايف ان مجهودكم ده لما جاي من السعوديه صح. يستاهل. مظبوط. احنا كذلك كان رؤيتنا ان انتم ما شاء الله وانتم اهل للكلام ده، ربنا ان انتم يحفظك يا حبيبي. تستحقوا ان انتم تبقوا في مكان افضل يستحمل الامكانيات والمجهود الجبار ده، بدل ما يتشتت في مروح بره ودخول. والحمد لله انتم من الناس الجميله اللي احنا ساعدنا بالعمل معاهم بجد. ربنا يحفظك يعني يا حبيبي، واحنا اسعد والله. وباشمهندس محمد اسامه طبعا ما نقدرش ان احنا ننساه بما اننا مذيع دلوقتي. وان شاء الله يبقى معانا في مره تانية. لا، من الناس الجميله اللي دعمت وشجعت الموضوع من ايام البرنامج بقى. انا فاكر تشجيعكم وتحفيزكم لحد 2000 فعلا بقى، يعني هي 2023 الاتفاقات بدات قعدنا من 2023 لحد 2024 والتجهيزات لحد ما شرارة الانطلاق كانت في اول 2024 في شهر 2 بالتحديد يعني. مظبوط. والحمد لله الفترة دي الفريق فعلا انطلق وابدع. ويمكن عايز اقول ان فريق جالهم دلوقتي بفضل الله مزدهر ما شاء الله ما شاء الله. الفريق بفضل الله جاهز بشكل قوي جدا بفضل الله يعني. وفي سلسلة افتتاحات حصلت الفترة اللي فاتت في ايفنتات مختلفة بفضل الله احيناها بالافكار المناسبة ليها ما شاء الله. ما شاء الله. لحد يمكن من يومين كان اخر ايفنت كنا فيه، كانت حاجة كبيرة وجميلة ما شاء الله. انت تستاهل كل خير. فالله يكرمك يا حبيبي. فالحمد لله لا، الانطلاقة بتاع الفرع التاني سهلت على الناس، قربت على الناس. اللي كان بيجي لي يوم واحد في الفرع الاول عشان بعد المسافة بقى يجي لي 3 ايام هنا، بقى مناخ مناسب اكتر للنجاح وان انا اعمل بطل. الفريق بقى يتمرن ما بشيلش هم اي حاجه، لان عندي المساحه ان انا هتمرن فيها وجاهز في اي وقت. فالحمد لله دي كانت انطلاقه جميله. وقلنا هي كانت متاخره بس يلا كله بيجي الحمد لله. انا عايز اقول ان بوقته. وجود اكاديميه جالهوم جوه بير ده اضافه كبيره جدا، وزي ما احنا ما قلنا هي مقومات نجاح لمكانين مبنيين على اسس وعلى فكر قريب من بعض جدا. طبعا. ولعل ربنا يجعلنا اسباب لبعض. لا طبعا يا حبيبي. وعايز اقول لك يا هندسه على حاجه برضو، احنا جالنا عروض كتير زي بير كده، اللي هو تعالوا يا جماعه خدوا مكان عندنا مثلا وبالسعر كذا بس بغض النظر عن ده، احنا اللي جابنا بير فكر الناس دي. يعني احنا متابعين من زمان طبعا، من اول ما المكان اتعمل اصلا خطف انظار الناس في شبين. الفكر بتاعكو والحضانة حتى تحت، من اول الباب اللي بتفتحه الباب اللي على قد الطفل جوه الباب ده، لا في فكر كرييتيف،
فاحنا بنحب دايما نحط ايدينا في ايد الناس الناجحه. هنعيش مع بعض بالظبط. فهي دي كانت من اسباب اللي خلتنا لا نحط ايدينا في ايد الناس دي ونتوكل على الله واستخرنا ربنا، وفعلا ربنا كلل ده ولقيناها ماشيه والدنيا ميسره بفضل دايما الله. بنقول في البيزنس مش بس حسابات ورقه وقلم، لا 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 لا، النفسيات مهمه، وان انت تبقى مرتاح مع الناس ده مهم جدا، لان ده بيزيد الشغل اتقان وطاقه ولمعان مظبوط. بشكل حلو. لا بلا شك. وبتلاقي نفسك بتقدم تنازلات من هنا ومن هنا، ودايما عينك على النجاح العام. احنا صح. كيان واحد يا جماعه، عايزين نوصل رساله، مش انا فين وانت فين. صح. فده بيفرق طبعا. لا وده طبعا. حصل يعني، لو تفتكر طبعا احنا قعدنا كتير كتير واتكلمنا طبعا طبعا والحمد طبعا لله عشان نوصل النهارده الحمد لله الحمد لله لحاجه الناس كلها بتشاور عليها الحمد لله رب وبتقول العالمين. كيانين ناجحين جنب بعض، حاجه جميله. الحمد لله. وهم ما يتخيروش عن بعض، يعني العملاء اللي هنا واللي هنا، لا الحمد لله يقول لك لا ايه دي ده، حاجه جميله هي طبعا. معادله اتحققت الحمد لله يعني. طبعا الحمد لله رب العالمين. احنا بنقول النجاح بيجي بناء على تعب وسعي واجتهاد، وانتوا اكيد تعبتوا، لكن توفيق ربنا سبحانه وتعالى في الاخر بيبقى مهم طبعا. علشان خاطر يتوج الكلام ده. وهتلاقي مواقف كتير جدا، لو تفتكر مواقف انت ممكن بالحسابات والورقه والقلم هي ما جيش. مظبوط. زي انت بتقول برنامج عربي التالنت واحنا رايحين وفي ناس بتتعطل في السفر، لكن ربنا سبحانه وتعالى بيبقى ليه اراده. فكلمني مظبوط. بقى عن انت تجهيزاتك واهتماماتك، وفي الاخر ربنا سبحانه وتعالى ارادته بتبقى ليها مكان كبير، وتعاملكم مع الحاجات دي سواء في الحلو او في الحاجات اللي ممكن تبقى على رغبتكم. بص يا هندسه اقول لك على حاجه، احنا في حاجه كابتن جي بيقولها دايما: الظروف الصعبه بالنسبه لنا هي مؤشر للنجاح. كل ما بتواجهنا ظروف اصعب اكتر بنعرف ان احنا مستنيين نجاح كبير. وفعلا يعني كرم ربنا عز وجل اكبر بكتير من التعب اللي احنا بنتعبه. توفيق ربنا لينا اكبر بكتير من المجهود اللي احنا بنبذله، فاللهم لك الحمد والشكر. وفعلا انت لما بتلاقي النجاح انت بتنسى كل لحظات العناء والتعب. يعني احنا لحظة البرنامج كنا احنا مسافرين اصلا لوحدها، انت نسيت التعب اللي فات كله. خلاص انت على مدار 3-4 شهور بتشيل موكيت 12 متر في 12 متر على كتافك، وبساط رايح الصالة المغطاة جاي من الصالة المغطاة، افرش لم افرش لم، تفاصيل كتيرة واصابات ودروس للولاد رايحين جايين، ده غاب ده تعب، مجهود كبير. مجرد ان انت عرفت ان انت رايح نسيت، خدت الباص ازاي نسيت خالص. خلاص انا كده تمام. لا فربنا بيكرمك فعلا، بتنسى كل التعب اللي انت شفته والعناء اللي انت شفته، وهكذا كل حدث كان بيجي وحدث تلفزيوني والناس فخورة والناس مبسوطة ونجاح حلو لينا مكسب مادي عاد علينا، انت فعلا بتبقى فرحان وبتنسى كل اللي فات. ففعلا لا، وأن ليس الإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى. فاللهم لك الحمد والشكر على ان احنا ربنا ادانا نعمة السعي، نعمة الصبر، الإخلاص في العمل، ده كله نتيجته بتبقى جميلة ومثمرة جدا جدا. صبرنا بعد فترة يعني هنقول فترة الزرع زي ما بيقولوا، لحد ما فترة الحصاد جت، كانت بقى مليانة بكرم ربنا وتوفيقه فعلا. والجميل فعلا قوي والجدير بالذكر ان انت بتشتغل بتخلص وبتتقن وانت مش مستني حاجة، ان انت في كل حاجة بتعملها انت عايز تعملها بشكل ممتاز وبشكل مثالي. يعني احنا كنا في يوم من الايام قبل ما نطلع في برنامج ولا في اي حاجة، كل اللي احنا بنعمله ايه؟ بنحب الشغل بتاعنا، نستمتع باللحظات اللي بنقضيها مع الاولاد، باللحظات اللي بنقضيها مع بعض، بالتدريب اللي بنعمله. تعمل ما تحب. بالظبط. رايح التدريب هعمل ايه، باجي احط دماغي على المخدة، طب هعمل ايه بكرة، هنسوي ايه الجديد، ايه مش عارف ايه، لحد ما من ورانا هوب ده مقدم لكم في تدبير البرنامج، ربنا، انت ده تستاهل انتوا مسافرين تيجي من هنا بس ما كسبتش، بس انت في مكاسب كتير انت شايفها فعلا. طبعا. رئاسة الجمهورية تقول لي انا عايز العرض ده يتعمل عندي، افتتاح كاسات العالم وبطولات العالم، في وسط ده كل شوية عيد جامعة مدينة السادات، عيد محافظة المنوفية، افتتاح بطولة مش عارف ايه كرة القدم، سافر هنا جاي من هنا، منصة تفاصيل السعودية، مش عارف ايه، حاجات قوية جدا. فكل ده برضو كرم انت مرغوب فيك. طبعا انت متشاف الناس عايزة اللي انت بتعمله ده، فده كله كرم، كل ده رزق، كل ده توفيق. فلا الحمد لله. ايه الجديد اللي بيرتبوه أكاديمية جالهم للجمباز؟ خلينا نقول ان احنا الحمد لله كل شوية بنجدد الرؤية بتاعتنا، الطموح بتاعنا بيزيد. يعني مثلا انا خدت خطوات كبيرة الفترة اللي فاتت ونجاح كبير عملناه بفضل الله.
دلوقتي احنا بنفكر نعمل حاجة جديدة. خلينا نقول ان الجديد مش هينفع نقوله دلوقتي. يعني الجديد ان شاء الله في وقت معين هنعلن عنه على الصفحات بتاعنا، ان في حاجات بتبقى لازم تكون طايس سرية طبعا ما اكيد، ينفعش، يعني زي عشان كابتن عبد العزيز ما يزعلش. مثلا او كابتن عبد الله. ربنا يبارك فيهم يا رب. فلا ان شاء الله هيكون في حاجات جديده قريب للجمهور المتابع، واحنا دايما بنحب يبقى في كل موسم حاجتين 3 جديده، فاحنا ان شاء الله بنسعى لحاجه جديده خالص. يعني كل المتابعين بقى يدعوا لنا بالتوفيق كده ان شاء الله، وفي الوقت المناسب هنعلن عنها باذن الله يا رب، اللهم امين. بيعجبني دايما في اكاديميه جلهوم الروح اللي حاصله بين الفريق، بين التيم، وبين ال الاطفال او الاولاد اللي بيتدربوا معاهم. في روح حلوه كده، تحس في روح عيله. الكلام ده انتم محافظين عليه ازاي؟ يعني ازاي محافظ على روح مع حد شغال وطالع عينه، ومع طفل ممكن يبقى جاي مبسوط او لا؟ يعني كلمني عن العلاقه دي. الحمد لله. عايز اقول لك ان السر في الموضوع ده كله الحب الصادق من المدرب للاعب بتاعه، الحب الصادق من الكباتن في الفريق لبعض. احنا فعلا الشعار بتاعنا تيم وورك توجذر، واحنا بننفذ الشعار ده بحذافيره. انا عايز اقول لك ان من المنظمين في الاتحاد المصري للجمباز للبطولات اطلقوا على الفريق اسم المهذبون في الجمباز. على فريق جلهوم ما شاء الله. ناس مدربين زمايلنا بيقولوا احنا بنذاكر فريق جالهم بيجي بيعمل ايه وهو داخل لحد وهو طالع، مش في الملعب بس ساعة العرض. داخلين عامل انت داخل عرض، وانت داخل لوحدك كأنه عرض، وانت طالع كأنه عرض. ده طبعا مش من فراغ، ده عشان زي ما بقول لك السر اللي بينا الحب. الناس بتسمع الكابتن بقلبها قبل ودنها، حابين اللي هم بيعملوه. بنستمتع بكل لحظات التدريب، مليانة بالمرح والطاقة فعلا، بتفك أي حاجة سلبية بتروح. لا بيبقى جو ممتع جدا جدا. بنستنى نشوف الأطفال، بيستنوا إن هم يشوفونا. بنتعامل في فريق كأننا كلنا إخوات فعلا، كبير وصغير. كل شوية لحظات بتحصل بقى مليئة بالمشاغبة. هي الروح بتفرق. بالهزار. الروح في الرياضه بتفرق. ساعة الجد وفي ستريس جامد، افصلهم، مش عارف مين عمل ايه. فلا بيبقى في اجواء كتير جميلة بصراحة. وزي ما بقولك السر في ده كله هو الحب باخلاص، والحب في الله بدون اي مقابل او اي حاجة يعني. فده سر الحمد ربنا يبارك لله. ويديمها نعمة عليك يا نسأل رب، الله اللهم امين. ان يديمه علينا يا رب، اللهم امين. رأيك في فكرة البرنامج؟ فكرة برنامج ملهم، فكرة جميلة جدا، والأجمل فيها إن في حد جميل زي المهندس محمد عنب بيقدمها. فكره جميل، وإن أنت تظهر شخصيات ربنا وفقها وعملت نجاح في محافظة المنوفية، في مدينة شبين الكوم أو في مصر كلها، حاجة جميلة. ويمكن تسليط الضوء أكتر على محافظة المنوفية. فدي حاجة جميلة إن في ناس كتير فعلا مش متشافة وعملت مجهود كبير، يعني مجهود كبير جدا. فاحنا لازم نظهر المجهود ده. فالفكرة بتاع البرنامج فكرة يعني إيجابية جميلة جدا جدا، وإن شاء الله تفيد كل الناس اللي تشوفها. وإن شاء الله المحتوى اللي بيقدمه برنامج ملهم يكون محتوى جميل يضيف لكل الناس اللي تسمعه بإذن الله. تسلم يا حبيبي. أنا مبسوط جدا إن كنت معاك النهاردة يا كابتن عبد الهادي. ربنا يحفظك. مبسوط بالكلام الجميل اللي أنا سمعته. تمام. ربنا يوفقكم يا رب في اللي جاي، ونسمع عن أكاديمية جلهوم مكسرة الدنيا جوه مصر وبره مصر، رب اللهم امين. ومحققة بطولات وحاجات جميلة ان شاء الله. وان شاء الله لنا لقاء تاني على خير باذن الله. ان شاء الله يا حبيبي، ما تحرمش منك. وانا اسعد والله باللقاء ده، وربنا ينفع بينا جميعا كده ويستخدمنا ولا يستبدلنا يا رب اللهم وان شاء الله نكون يعني حاولنا ان احنا نقول للناس، نعرفهم اكتر عن الرياضة ورياضة الجمباز. وخلينا ان شاء الله نقول ان هيبقى في حلقات تانية باذن الله فيما بعد بقى نتكلم فيها اكتر عن الجمباز والفوائد بتاعته والرياضة بشكل عام، وان شاء الله يبقى فيها اضافة للمشاهدين والمستمعين باذن الله. باذن الله. نورتنا يا كابتن عبد الهادي. مبسوط جدا بحلقة النهارده وبالتفاصيل الكتير اللي اتقالت، وان شاء الله بتمنى لهم مزيد من التقدم والازدهار على عادتهم طبعا. اشوفكم ان شاء الله على خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.